سيدنا النبي كان يأخذ العهد على أزواج بناته ألا يتزوجن على بناته. أما العلماء استنبطوا إن جزء من العلماء، مش كل العلماء طبعا، ده رأيي بس رأيي إحنا بنذهب إليه ورأي محترم جدا، قالوا فقرر العلماء أن نسل السيدة خديجة عليها السلام ونسل ستنا فاطمة بالتبعية كل الستات لو هم من الأشراف المفروض إن جوز عمره ما يتجوز عليها، ويعتبر إن ده حرام لأنها من الأشراف، لأن سيدنا ما وافقش بالموضوع ده على ستنا فاطمة. حد ممكن يقول طب إذا كان سيدنا النبي يعني بنفسه، حد ممكن يقول يا رب طب إذا كان سيدنا النبي بنفسه عليه الصلاة والسلام كان متجوز 9 زوجات، بس هو ده بقرار إلهي يعني، بس كده. كل زيجة من زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام كان ليها قصة وليها رسالة. بالظبط، دي قصة فزواج سيدنا النبي ما ينفعش أبدا النهارده إن أنا أقارنه. طبعا في شيوخ بيطلعوا مع كل الاحترام، الناس كلها على راسنا من فوق، بس في ناس بتطلع تقول التعدد والتعدد وبتاع، سيدنا النبي كان معدد. لا حضرتك ما ينفعش تستدل بسيدنا النبي على التعدد، ده استدلال خاطئ.